ايه موضوع السندوتشات الصغيره ده؟ النهارده هنجرب شاورما للمصري. لسه بحاول الاقي عروض كده تبقى اسعارها كويسه، بتديك حاجه كويسه او بتديك مثلا فرايتي حاجات كتير. كنا جربنا قبل كده محل اسمه شاورما كان سعودي وكان فاتح ليه فرع هنا في مصر، لكن النهارده احنا هنجرب مكان اسمه شاورما بس مصري. شاورما ده فاتح قبل شاورما السعودي قبليه بكتير. يعني لقيت شاورما منزل كام عرض كده في كذا ابلكيشن، بس انا لقيته على ابلكيشن المنيوز فطلبت من الابلكيشن وجالي بعد ساعه ونص. المنيوز بيحقق ارقام قياسيه في التوصيل. خلينا نعمل لايك وشير وخلينا نشوف كده ايه اللي بيحصل. بعيدا عن الساعه ونص بتاعت المنيوز دي، هو مكتوب على الابلكيشن توصيل 40 جنيه اللي هو اصلا رقم معرفش بقى كتير ولا قليل. المهم ان مكتوب هنا دليفري 60 جنيه. ايه فايده الابلكيشن بقى؟ فاهمني؟ خلينا نبدا في اول عرض لان انا ده شايفه عرض معقول شويه. ده بوكس اسمه ميكس بوكس، تمام؟ سعر البوكس ده 131 جنيه و80 قرش، وده غالبا لان هم لسه كمان ضايفين ضريبه، فسعر البوكس ده 150 جنيه. والله جميل يعني. 4 سندوتشات بطاطس، وعندك علبه مخلل وعلبه طحينه وعلبه توميه، وفي شويه بطاطس حجمهم حلو. بيجي مع البوكس ده كولا. الاربع سندوتشات اللي بتختار منهم شاورما لحمه، شاورما فراخ، وكباب ايراني معرفش ايه اللي جابه مصر، وسجق. حلو ان هو عامل ورقه باسم كل سندوتش. شاورما الفراخ الحاجه ممكن تكون صغيره شويه. انت واخد 4 سندوتشات. ايه موضوع السندوتشات الصغيره ده؟ يعني قد كده اوكي، بس انت واخد 4 سندوتشات. ده شاورما فراخ فهو بيدوقك. بسم الله. هي قطعه خيار مخلل حواليها شاورما فراخ. الشاورما طعمها حلو بصراحه وسبايسي كده سنه بسيطه. هي بس المشكله ان السندوتش حرفيا قطمتين، يعني هوب 2 خلاص كده. في البطاطس عليها بهارات كده، ما فيهاش حاجه بس طعم البهارات مش باين قوي فيها يعني. شاورما اللحمه حلوه التحميصه دي. بس ان اللحمه لفه كتير على السيخ. اللحمه فيها حاجه بتشد. كشاورما لحمه لا، في احسن من كده بيتهيألي. ده السجق تقريبا لان محطوط عليه باربيكيو. سجق، شاورما سجق مش سجق. هي لحمه عليها بهارات سجق او سجق وبقدونس. هو بس الطعم تايه قوي جوه الساندوتش، يعني جوه البقدونس والبصل وكده. يعني هي بهارات طاغيه على الطعم عادي شويه. ومشكله الساندوتشات الصغيره دي فعلا مع البقدونس مع الاضافات بقى والطحينه وكده، انت مش حاسس قوي بطعم الحاجه. الكباب ايراني هو كفته يعني تقريبا. لا هي كفته، يعني هو صباع كفته كده بس بيبقى مبطط شويه وجوه الساندوتش مع الطحينه والبصل وبتاع. حلو والله مش وحش. حلو الكباب ده. دي المفروض التوميه بس هي حرفيا يعني ميه خالص، مفيش يعني مش ماسكه نفسها. اصفر كده شويه. لو هطلب البوكس ده تاني ممكن اطلب 4 شاورما فراخ، يعني بتهيألي دي احلى حاجه موجوده في البوكس. والكباب الايراني برضو حلو. تاني وجبه بقى او وجبات، وجبه اسمها ميكس جريل بنفس السعر برضو اللي هي 131 جنيه و80 قرش، بس بعد الضريبه تقريبا 150. وعلبه طحينه او توميه انت بتختار، يعني كويس ان انا طلبتها طحينه. وبرده بيبسي او كوكاكولا بقى، تمام. فالوجبه دي عباره عن المكتوب بالظبط 400 جرام رز، سيخ كفته، سيخ سجق، وسيخ شيش، وحاطط لك عيش سوري كده من فوق. الوجبه دي برده ممكن تطلبها يعني ربع كفته او ربع سجق لوحده او ربع شيش لوحده مع نفس كميه الرز، بتبقى بنفس السعر برده. الرز طعمه حلو بس تحسه معجن وبايت، ممكن معجن اكتر. دي الكفته اوكي، هي بس يعني هشه قوي قوي جدا من جوه. حلوه هي نفس الساندوتش بس حلوه. السجق اللي هو برده كفته بس حاطين له بهارات سجق ولون سجق يعني وقصص كده عشان يبقى زي السجق. السجق بتاعنا العادي اللي هو المدور ده، هو ريحته قلب على بسطرمه، بس طعمه مبتذل كده شويه. واخر حاجه الشيش، حاطط لك 3 قطع شيش كده. هو برده الشيش ده عامة تحس الحاجات المشوية عنده طعمها حلو، يعني بهاراتها حلوة بهاراتها خفيفة. على السجق ده اختراع غريب بصراحة. وليه الحاجة كلها عنده سايلة كده، يعني الطحينة مية خالص برضو. طعمها حلو بصراحة بس يعني مية خالص مية خالص. استرخص شوية في الطحينة والتومية والصوصات دي. كوجبة حلوة بس معرفش بصراحة بالنسبة للسعر 150 جنيه انت واخد كذا حاجه ورز وبيبسي. معرفش بصراحه موضوع الاسعار دلوقتي بقى صعب قوي انك تعرف تحدد ده سعره كويس ولا وحش. شاورما ما بيبيعش حاجات تانية كتير، يعني هو يمكن بيبيع حواوشي بس، فالعرض ده تقريبا لامم لك كل حاجه عنده في المنيو. يعني مش عاوز اقول لك ان هو جامد قوي او ضعيف قوي، يعني حاجه كده في النص معقوله تعرف تاكلها تشبع بيها. دي كانت تجربتي النهارده مع شاورما المصري ومع عروضه بقى بمعنى اصح. هل عروضه النهارده جامده قوي ما تتفوتش؟ معرفش، انا عاوز اسمع رايكم في الموضوع ده. يا ريت لو لقيت اي عرض في اي مطعم تاني ابعتهولي وان شاء الله نحاول نجربه. ما تنساش تعمل لايك وشير. الحمد لله وصلنا 250,000. شكرا جدا ليكم. ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كود دي تاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم. سلام.